ازيكم يا اجمل متابعين في الدنيا. النهارده بقى جايبه لكم فكره عبقريه، فكره لتخزين وتقشير البسله بكل سهوله. يعني ما عدتش هتفصصي بسله تاني. لو قدامك 20 كيلو من البسله هتقدري تفصصيهم في ثواني. مش كلام، دي تجربه وفعل وهتشوفيها. بس قبل ما نبدا، يا ريت لو اول مره بتشوفيني تشتركي في القناه، كلمه اشتراك جنب الفيديو على طول، تحت الفيديو على طول. ويا ريت ما تنسينيش في اللايك، فضلا وليس امرا يا جماعه، اللايك لان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو، فاتمنى ان انتي ما تستخسريش فيها اللايك. هبتدي بقى احط ميه سخنه. دي اول خطوه هنعملها. الفيديو بجد فيه فكرتين احسن من بعض، وفي خطوتين احسن من بعض. دي اول خطوه ان انا هعملها، ان انا مش هفصص البسله. لا، انا هعمل لها كده فكره عبقريه كده، ان انا مش هفصص البسله. هجيب ميه مغليه كده من الكتل، واقوم حاطه فيها البسله كده، او نقع فيها البسله كده 5 دقايق او 10 دقايق. وبعد كده هقوم جايبه مصفى، واقوم مصفيه البسله زي ما انت شايفه كده. وبعد كده بقى اقول لك بقى يا ست الكل، لو عندك شنطه قماش كده اللي بيتباع فيها الاحذيه، الشنط القماش اللي بيتجاب فيها الاحذيه او الملابس، شنطه قماش كده، هبتدي اصفي واحط فيها البسله. ودي اول تجربه معايا او اول فكره عبقريه نعملها مع بعض، ان انا اقشر البسله بالشنطه القماش اللي انتوا شايفينها دي. لو قدامك كميه كبيره جدا من البسله هتستسهلي طبعا وهتقشريها بنفس التجربه كده او بنفس الطريقه. وهنعمل بقى تخزين البسله باضافه بسيطه هتخلي معاكي البسله بلونها وطعمها، ومش هيمرر معاكي نهائي. البسله هتفضل بلونها وشكلها كده وطعمها لحد اخر بسلايه في السنه. يعني لو بتخزني البسله من السنه للسنه هتفضل معاكي البسله بلونها وشكلها وطعمها حلو جدا، ومش هتمرر، استحاله تمرر معاكي. انا بقى ابتديت افصص بالشنطه القماشه اللي انتوا شايفينها دي. وكمان يعني ابتدي افركهم في بعض كده، والقشره بتطلع معايا بكل سهوله، وتلاقي البسله طلعت معايا بكل سهوله. يعني حتى لو انت حابه تعمليها بايدك هتلاقي القشره كده لانت في ايدك، بتطلع لوحدها. شايفين المنظر؟ يعني مسافه ما تفركيهم في بعض كده بالشنطه القماش هتلاقي البسله طلعت بكل سهوله معاكي، ومش هتتعبي في تقشير البسله. هتيجي تبصي كده في قاعده الشنطه، هتلاقي البسله كلها طلعت والقشر قدامك اهو. كل القشر ده طلع والبسله اهي. شايفين المنظر؟ كلها بخطوات سهلة جدا هتقشري اكبر كمية من البسلة. ويا ريت تدعوا لي بقى دعوة حلوة كده في التعليقات، او كومنت حلو ممكن بيفرق معايا جدا يا جماعة. حتى لو بوردة او بقلب هيفرق معايا. ويا ريت تقولي لي بتتابعيني من انهي بلد عشان ارحب بيكي في القناة. شايفين؟ بجد اختراع، حاجة سهلة جدا هتفصصي بيها كمية كبيرة من البسلة. تعالي بقى اقول لك بقى نحافظ على لون البسلة وما تكرمش معايا وتفضل بلونها وطعمها وشكلها. هجيب ميه مغليه واجيب ازازه ميه مثلجه يعني جايه من الفريزر. هحط معلقه ملح ومعلقه ملح بكمون ومعلقه كربونات. معلقه الكربونات هتحتفظ معايا بلون البسله، وتخلي البسله معايا لاخر بسلايه مش ممرره، ولونها كمان هيبقى مخضر معايا، وتفضل بحجمها الطبيعي يعني مش هتكرمش معايا. وابتدي اصفي كده البسله كلها اللي انتوا شايفينها دي، واعمل الكميه اللي معايا كلها، ان كانت 3 كيلو 4 كيلو الكميه اللي عندكم، نفس الطريقه في ميه سخنه كده. مش هغليها على البوتاجاز، لا، ميه مغليه فقط. واشيلها كده على طول من الميه السخنه، واقوم حطها في بلاستيكيه تانية وانزل عليها بالميه المتلجه. شايفين الكميه اتعمل كلها؟ وكمان الجزر بنفس الطريقه. الجزر مش هيكرمش وهيفضل بلونه وطعمه. يعني اضافه الكربونات على البسله كده زي ما انت شايف، انا مش بسلق البسله، بحطها بس في ميه مغليه، بتاخد بس كده بتتنفش معايا مع الكربونات، وبتفضل لونها، بتحتفظ بلونها. وهنزل على طول اعمل لها صدمه كده بالميه الساقعه، وهصفيها في ساعتها. وبعد كده يا ست الكل بقى، تعالى اقول لك بقى على اختراع انا هخزن بيه البسله دي. لو ما عندكيش اكياس، ما عندكيش كيس في كيس تلاجة، اقول لك برضو من ضمن الفكر الكويسه ان الكيس التلاجة بيخلي البسله معايا بتكرمش وبطعمها بيتغير. دي من الاساسيات برضو. انا بحب احتفظ بحاجه تكون متينه شويه زي ازازه كده. شايفين الازازه دي؟ هبتدي افتحها كده، واقوم قصاها من فوق، اخد الجزء اللي من فوق واقوم قصاه، واخزن في ازايز، اخزن في علب زي اللي انتوا شايفينها دي بتاعه التلاجة، بتاعه الجبن والحاجات اللي بتيجي فيها الجبن دي، المثلجات والحاجات اللي زي دي. بحب احتفظ بيها واخزن فيها البسله. عايزه اقول لك بقى دي من اهم خطوه نعملها، احتفاظنا بالبسله في العلب المتينه دي، لان ما بتدخلهاش هوا، وكمان بتحتفظ بلون البسله، ومتخليهاش تكرمش معاكي، وتفضل طعمها حلو جدا جدا. دي من الاساسيات تخزين البسله. يعني اللي الناس اللي بتخزن في اكياس دي، كيس المطبخ او كيس التلاجة، لا، هي احسن طريقه لتخزين البسله هي الطريقه دي، ان انت بتحتفظي بحاجات كده زي ازايز او علب من العلب اللي بتيجي فيها الجبنه، واحتفظ بيها كده. ببتدي بقى اعمل فتحات كده عشان اقدر اقفل بالغطا كده زي ما انتم شايفين. بعمل فتحات كده، فتحتين كده عشان تسهل عليا بس قفلة الازازة.
وبعد كده باقفل الازازه بيها واخزن باقي الكميه في العلب اللي انتوا شفتوها. اقول لكم بقى ان دي افضل طريقه عملتها لتخزين البسله، وفعلا كانت ناجحه معايا لانها بيبقى طعمها كويس، وكمان لونها بيفضل كمان اخضر زي ما انتم شايفين كده. لونها وطعمها وريحتها بتبقى حلوه، لان الاطباق دي بتبقى اطباق متينه شويه، ما فيش تهويه فيها، وبتبقى البسلايه ما بتكرمش كمان معايا. لما بتحطيها في كيسه بتكرمش وبتمرر، وكمان لونها بيتغير. دي احسن طريقه انا عملتها في البسله وتوصلت فيها. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ويا ريت ما تنسيش تعليق حلو منكم اللي لسه فاضل معايا لحد دلوقتي، او يعني متواصل معايا لحد دلوقتي، يا ريت ما ينسينيش في لايك حلو منه. وكمان لو انت ضيفه جديده عندي يا ريت تقولي لي انت من انهي بلد عشان ارحب بيكي في القناه. وباي باي حبايبي. وبجد دي طريقه حلوه جدا جدا للبسله، بكون متاكده من الحاجه اللي انا بعملها قبل ما انزلها. فاشوفكم في فيديو جديد. باي باي.